السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده انا هعلمك ازاي تعمل فلوس اونلاين من الانترنت من غير ما تظهر بوشك، ومن غير حتى ما يكون عندك اي متابعين ولا عندك اي حسابات قديمة. والطريقة دي عبارة عن ان انت هتمسك محتوى موجود بالفعل وتعيد استخدامه بشكل ذكي وتنزله على الحسابات على السوشيال ميديا وتبدأ تكسب منه يوميا. وخلال الفيديو ده انا هشرح لك شرح نظري وشرح عملي بالتفصيل ازاي الموضوع ده بيتم. وزي ما انتم شايفين عندنا هنا شباب في الورشة كانوا مشتركين معايا بالفعل وضربتهم، ومنهم اللي عمل 40 دولار في يومين، ومنهم اللي عمل 11 دولار واللي عمل 5 واللي عمل كمان 7 دولار من فيديو واحد بس. كل الأرقام دي عادي نقدر نعملها. مش بقول لك كده عشان تشترك معايا في الورشة، بالعكس أنا أصلا وقفت الورشة وهشرح خلال الفيديو ده بالتفصيل الموضوع بيمشي ازاي سواء بشكل نظري أو بشكل عملي. وخلونا نبدأ من غير كلام كتير ونبدأ نشرح الموضوع بيمشي ازاي. أولا الطريقة اللي احنا هنشرحها في الفيديو ده هي حاجة اسمها الكونتنت كليبنج مونيتايزيشن. الموضوع ده عبارة عن ان انت بتاخد فيديوهات طويلة زي ما انت شايف كده وتبدأ تحولها لفيديوهات ريلز صغيرة او شورتس وتبدأ تنزلها على اكتر من حساب او على حساب واحد. الموضوع ده طبعا بيفرق جامد جدا في المشاهدات وايا كان. مثلا انا كاحمد مثلا هقول لك خد الفيديو الطويل بتاعي، ابدأ ان انت قصص الفيديو ده ونزله على اكتر من حساب. فالموضوع ده بيفرق معايا انا كاحمد في الفولورز والمتابعين والمشاهدات والكلام ده كله. فبالتالي احنا بنعمل الكلام ده لناس تانية. الناس دي بتبقى عايزة تزود مشاهدات وعايزة تزود تفاعل وعايزة تزود مبيعات ايا كان بيبيعوا كورس او بيبيعوا ايه. فانت بتقدر تساعدهم على بالموضوع ده عن طريق حاجة اسمها الكليبنج. وده اللي بيتعمل على مواقع زي موقع واب او ايا كان انت بتخش لشخص معين وتشتغل معاه. وطبعا راتب الكليبرز دلوقتي بيوصل ل 30,000 دولار في الشهر عادي جدا. الفكرة من كل ده ان انا بعلمك بقى في الفيديو ده احنا ازاي بنعمل كليبنج للاشخاص دي، وازاي نلاقي الاشخاص دي وازاي نتعامل معاهم وازاي نفتح الحسابات وازاي نعمل كل الكلام ده بالتفصيل. الفكرة كلها ان انت بتكسب عن طريق المشاهدات او عن طريق الاحالات او عن طريق ان انت تبيع منتجات رقمية. ولكن اسرع طريقة ممكن تبدأ فيها هي المشاهدات. طيب المشاهدات انا هجيبها ازاي تقدر تكسب حتى لو انت صفر متابع والحساب بتاعك جديد، وكل اللي محتاجه هو موبايلك او اللابتوب بتاعك، ولا محتاج جهاز خارق ولا محتاج اي حاجة من الحاجات اللي انت بتحتاج بيها دايما. انت كل اللي عليك انت تبدأ وتبدأ تجرب، حتى لو موبايلك ضعيف الامكانيات مفيش اي مشكلة. لو لابتوب ضعيف الامكانيات عادي برضه هيشتغل معاك. كل ده متجمع لك على منصة واحدة وهي موقع واب. انا شرحت على القناة دي موقع واب قبل كده ولكن ما شرحتش الموضوع بشكل عملي. شرحت الموضوع بشكل نظري، ازاي بنكسب من كونتنت ريورد، ازاي بتكسب من بيع المنتجات الرقمية على موقع واب، كل الكلام ده. منصة واب للي ما يعرفوهاش هي عبارة عن منصة تقدر مثلا تبيع المنتج الرقمي بتاعك عليها. تقدر انت تبيع ديجيتال كورس عليها مفيش اي مشكلة. تقدر تعمل نظام الافيليت، يعني الناس تخش تعمل لك احالات تبعت لهم اللينك وياخدوا عمولة على اي مبيعة هم يجيبوها. هي منصة كبيرة جدا ولكن اللي احنا مهتمين بيه في الفيديو ده هو حاجة اسمها الكونتنت ريورد. الكونتنت ريوردز هي قسم موجود داخل موقع واب بيخلي الناس مثلا زي مثلا او اي صانع محتوى تاني يخش يقدم فيها ويبدأ ان هو يدفع فلوس عشان بيبقى في مثلا كليبرز تانيين يخشوا ويعملوا فيديوهات قصيرة مثلا بطريقة معينة. ويبدأ ينزلوها على السوشيال ميديا ويكسبوا من الفيوز. يعني مثلا انا مثلا انت دخلت اشتغلت معايا، عملت فيديو صغير نزلته على السوشيال ميديا على الحسابات بشكل باسمي انا. يعني عملت مثلا احمد كليبس، احمد ريلز، الكلام ده كله. والفيديو بتاعك مثلا جاب 10,000 مشاهده، فانا لو بدفع لك 3 دولار على 1000 مشاهده فانت خدت مني 30 دولار. خلينا مثلا نشوف قسم الكونتنت ريورد هنا. يعني عندك امبرو هنا عمل، كان حاطط 130 الف دولار ميزانيه وعمل اكتر من 34 مليون مشاهده على السوشيال ميديا. عندك الشخص ده عمل 152 مليون. عندك السي بي اي دي تبقى مثلا ايجنسي صغيره بتعمل مثلا دروب شيبنج، الكلام ده كله برضه عملت فيوز جامده جدا. فالموضوع اصلا وين تو وين، يعني الشخص ده بيكسب وانت كمان بتكسب. خلينا مثلا دلوقتي نخش على كامبين مثلا من الكامبينز اللي كانت مشهوره وانا اتكلمت عنها قبل كده في الورشه، وهي سكارفيس تريدز. سكارفيس يعني هو شخص من الاشخاص اللي كانوا موجودين على موقع واب وعامل الكامبين بتاعته زي ما انتم شايفين، حاطط 10 11,000 دولار تقريبا وبيدفع على ال1000 مشاهده 3 دولار. تعالوا نشرح مع بعض الكامبين بالتفصيل ونشوف هل الكامبين دي مناسبه لينا ولا لا. طبعًا عندنا هنا هو بيدفع 3 دولار على 1000 مشاهدة والtype clipping، يعني مش بتعمل له UGC. الUGC ممكن تحتاج تطلع بوشّك، فالclipping بيبقى أسهل طريقة إن إحنا نبدأ فيها. الminimum payout هي 15 دولار، يعني أقل حاجة هيدفعها لك 15 دولار
يعني انت محتاج 5000 مشاهده عشان تبدا تاخد ارباح من الفيديو بتاعك. طبعا بتكسب ارباح فيما بعد، يعني مش شرط ان انت تكسب ارباح من $15 وخلاص، لا، الفيديو لو فضل يجيب مشاهدات فانت بتكسب تاني، وهكذا. ماكسيمم باي اوت $250. اول ما الفيديو يوصل ان هو يدخلك $250 مش هتاخد فلوس تاني. طبعا في كامبينز بتبقى مفتوحه، في كامبينز بيقول لك مثلا $1000 يا $2000 على حسب الكامبين اللي انت داخل تشتغل معاها. الكاتيجوري هنا بيرسونال براند، يعني ده شخص مش شركة او مش دروب شيبينج. انت ممكن تبدأ ان انت تستهدف الشركات. عندك مثلا هوستنجر، عندك شركات كتير، لان في ناس كتير قالت لي ان يا جماعة طب في حاجات بتبقى حرام، في حاجات بتبقى قمار، في الكلام ده كله. دي كلها حجج. انت خش دور على مثلا حاجات حلال. عندك هوستنجر، عندك كمية شركات وحاجات موجودة عليه ممكن تشتغل معاهم. عندك اشخاص تقدر تشتغل معاهم وشغلهم عادي حلال، بيبقى مثلا ديجيتال برودكتس، مش تداول والكلام ده كله، فعادي ابعد عن الحاجات دي. واخر حاجه هي البلاتفورمز، وهو بيشتغل على الانستجرام وتيك توك. يعني هو مش عايزك انت تشتغل على اليوتيوب، عايزك تنزله على المنصتين دول بس. وطبعا لو انت عملت فيديو واحد ونزلت نفس الفيديو على الانستجرام ونفس الفيديو على تيك توك، فانت بتاخد ارباحك من الانستجرام لوحدها ومن تيك توك لوحدها. فالسؤال ده جالي كتير، فانت بتقدر تكسب من الفيديو على كل المنصات اللي هو قايل عليها. تاني جزئية وهي الrequirements اللي هي الشروط. طبعا في ناس كتير بتبقاش فاهمة الموضوع ده بالتفصيل، فانت بتاخد كل الكلام ده على شات جي بي تي كوبي، وتقول له ترجمه لي وهو هيفهمه لك. يعني مثلا تعالوا هنا، ده انا ترجمت الكلام ده هنا اهو. عندك بيقول لك المتطلبات. اول حاجة لازم تحط تعمل تاج لسكارفيس على البايو بتاعك. لازم يكون في لينك القناة دي، تحط لينك القناة بتاعته في البايو كمان. اسم الحساب بتاعك لازم يكون فيه سكارفيس تريدز، يعني مثلا سكارفيس تريدز كليبس او سكارفيس تريدز ريلز مثلا. آه الفيديو لازم يكون مش اقل من 10 ثواني، يعني 10 ثواني فيما فوق. الحساب بتاعك لازم يكون بالكامل لسكارفيس. يعني في ناس كتير قالت لي انا مثلا عندي حساب موتيفيشن بنزل عليه وعليه 10000 فولور والكلام ده كله. فلو رحت نزلت الفيديوهات عليه غالبا سكارفيس هيرفض الفيديوهات دي، لان الحساب مش براندد، الحساب مش خاص بسكارفيس. لازم تخلي الحساب باسم سكارفيس، يعني مثلا سكارفيس تريدز كليبس، سكارفيس تريدز ريلز، ديلي مثلا، اي كلام. يعني تقدر تجيب الاسماء دي اصلا من شات جي بي تي، قول له اعمل لي اسم حساب لسكارفيس، هعمله سواء على يوتيوب او على اي منصه تانية في السوشيال ميديا. تاني حاجة هي المشاهدات لازم تكون حقيقية، لأن في ناس كتير بتستخدم الإعلانات الممولة، أو بيبدأوا إن هو يستخدموا السيرفرات تعمل لهم مشاهدات. طبعا الحاجات دي بيكتشفوها على موقع ويب، لأن هو بيبقى عنده ظاهر حاجة اسمها الإحصائيات. بيجي قبل ما يبدأ الفيديو بتاعك بيخش يشوف المشاهدات عندك عاملة إزاي. لو لقى المشاهدات مرة واحدة زادت الكلام ده كله، طبعا الاكونت بتاعك بيتقفل على واو، اصلا ممكن تاخد بال. غير كده مش مستحيل يقبل الفيديو بتاعك حتى لو عملت ايه، ولو دفعت كمية فلوس على الاعلانات الممولة نفس الكلام هيترفض. الفيديوهات لازم تكون بتستهدف دول بتتكلم انجليزي زي امريكا، انجلترا، كندا، استراليا ونيوزيلندا، وكل الدول اللي بتتكلم انجليزي. طب انت هتستخدم الناس دي ازاي؟ ولا محتاج في بي ان، ولا محتاج كل الكلام ده. كل اللي انت محتاجه ان انت تعمل يعني الفيديو يكون فيه كلام بالانجليزي، ايا كان سكارفيس هو اللي بيتكلم بالانجليزي. هتعمل مثلا فيديو موتيفيشن، اي حاجه من الحاجات دي لازم يبقى في كلام انجليزي ظاهر على الفيديو. لو في كلام انجليزي ظاهر هيظهر للاجانب. لو انت مثلا دلوقتي عايز تستهدف الامارات، فانت كل اللي انت هتعمله هتجيب مثلا واحد لابس جلابيه اماراتي مثلا، اللي هي نفس الستايل الاماراتي بالظبط، وهتبدا يتكلم بنفس اللهجه بتاعتهم. الفيديو هيروح للامارات. فهي الفكره كلها في ان انت تظبط الفيديو بتاعك على اللغه، او على المكان اللي انت هتستهدفه. كل فيديو من اتنين لازم يكون في حد بيتكلم قدام الكاميرا. توكينج هيد يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي انا هنزل فيديو النهارده، فما ينفعش تاني فيديو انزله بنفس الطريقه ما يكونش فيه سكارفيس بيتكلم، يعني ما موتيفيشن اللي هو اللايف ستايل والحاجات دي. فتاني فيديو لازم مثلا اجيب سكارفيس بيتكلم، ويبقى مثلا في ايديت عليه، والفيديوهات اللي احنا بنشوفها على الانستجرام يوميا. بعد كده ممنوع تاخد اي فيديوهات من ناس تانية او حتى من سكارفيس نفسه. ده طبعا ده هيخلي الحساب بتاعك برضو يتعمل له بان. وحاجه مهمه جدا انك لازم تعمل تاج لحساب سكارفيس الرسمي في الكابشن بتاع كل بوست زي ما قلت لكم. ولو بتستخدم برضو اي يعمل لك الفيديو كله لوحده، غالبا الفيديو بتاعتك هتترفض. عشان كده بقول يا جماعه احنا هنستخدم مثلا سوفت وير زي اوبس كليب والحاجات دي كلها، ونبدا ان احنا نستفاد منه عن طريق ان هو بيقص لنا الفيديو مثلا لكذا لقطه. فانا هشوف مثلا اللقطه من ثانيه لكذا لكذا، وارجع على الفيديو الاصلي، اخد اللقطه دي احطها على كاب كات او على اي برنامج مونتاج، وابدا ان انا اعمل كابشنز بقى بايدي، اظبط شويه فلترز شويه الكلام ده.
لان لو خدت الفيديو كده من الاي اي نفسه وبدات ان انا انزله، الفيديو في الغالب هيترفض. وحاجه مهمه جدا وهي الفيديو لازم يكون بتاعك بجوده عاليه. ما ينفعش الفيديو بتاعك يكون 480، جودته وحشه، لو في بكسله اي حاجه من الحاجات دي هيخلي الفيديو بتاعك برضو يترفض. خلينا بقى نخش على الشرح العملي والتطبيق. وزي ما انتم شايفين هنا في 4 خطوات لازم نمشي عليهم. واول خطوه هي اختيار الكامبين الصح. تاني حاجه فتح الحسابات. تالت حاجه اختيار الافكار. ورابع حاجه مونتاج الفيديوهات. خلينا نبدا كده في اول حاجه وهي اختيار الكامبينز. طبعا زي ما انتم عارفين في ناس كتير نصابه على موقع وeb. لو دخلت في كامبين غلط او دخلت في اي حاجه ممكن ما يدفعلكش فلوس وكل تعبك يروح على الفاضي. فزي ما انتم شايفين هنا اول حاجه لازم نعملها تشوف ميزانيه الحمله. لازم تكون الميزانيه معقوله، مثلا $1000 او اكتر. كل ما الميزانيه كانت اكبر كل ما الحمله كانت اكتر جديه، ما كانتش نصابه ولا اي حاجه من الحاجات دي. تاني حاجه لازم يكون الكامبين دفعت بالفعل او صرفت فلوس. يعني مثلا ما ينفعش تشوف كامبين لسه طالعه وفيها 1% بس المصروف والباقي كله لسه زي ما هو. فلازم تشوف على الاقل 30% مصروف وباقي 70% مثلا من الكامبين او باقي 50%. كل ما النسبه بتبقى مثلا نسبه اللي اتصرف اعلى من نسبه اللي لسه موجود، بيبقى طبعا الموضوع احسن. بيبقى الكامبين لسه شغاله، الكامبين بتدفع فلوس عادي. تالت حاجه تدخل على الشات بتاع الكامبين، تخش تشوف الناس بتقول ايه. هل مثلا الناس عندها مشاكل؟ هل كل شويه يبعتوا يقولوا يا جماعه حد يعمل الفيديو بتاعي، يا جماعه مش عارف في بيحصل مشكله. كل الحاجات دي بتخلي الكامبين فيها شك ان هي يا اما نصابه يا اما مش بيدفعوا او عندهم مشاكل كتير. وحاجه مهمه جدا انك تشوف مين اللي مشغل الحمله. يعني مثلا دلوقتي انا دخلت على كامبين سكارفيس، فهبدا ان انا اخش على حسابات سكارفيس الرسميه على السوشيال ميديا، اشوف الحسابات دي هل الحسابات دي موثقه، هل عليها ريتش عالي، يعني مثلا عليها 300,000 فولور، 500,000، الكلام ده كله. لو لقيت الحاجات دي كلها فده مؤشر ان الكامبين دي كويسه. لكن لو لقيت مثلا لسه 10,000 الحاجات دي كلها، هحس ان الكامبين اصلا في حاجه غلط، في الشخص ده مش موثوق منه، ومفيش اثباتات اصلا ان هو شغال كويس، حتى المحتوى بتاعه وحش. بعد كده بنشوف النتائج اللي الناس بتعرضها. يعني مثلا دلوقتي ادخل على الواب مثلا بتاعه سكارفيس، هشوف مثلا الناس كسبت قد ايه او عملت قد ايه. مهم جدا ان احنا نشوف الحاجه دي. تاسع حاجه ابعد عن الحاجات دي، الحملات تطلب منك انك تدفع. يعني هتلاقي في كامبينز بيقول لك مثلا ادفع $150 في الشهر عشان تقدر تشتغل معانا. فده ريسك عالي، ده ريسك عالي. ولكن هو مش يعني مش مستحب في البدايه ان انت لسه مبتدئ، فبلاش انت تاخد ريسك في الموضوع ده. وفي كمان كامبينز تقول لك اعمل انفايت بقى للناس عشان تقدر تكسب والكلام ده كله. برضه بعد عن الحاجات دي، حاول ان انت تركز على الكامبينز المشهوره، الكامبينز اللي بتدفع فلوس. وكل الكلام ده لو طبقته باذن الله هتلاقي كامبينز شغاله وحلوه جدا، وهتقدر تعمل منها فلوس كويسه قوي. زي ما انتم شايفين هنا في سكارفيس، دوسنا على الليدر بورد اللي هنا دي ودوسنا على ماني ايرند ذيس ووب، هتلاقي كل الناس اللي عملت فلوس من سكارفيس. فده بيدل ان الكامبين دي كويسه وبتدفع فلوس، وما شاء الله الناس بتعمل منها فلوس حلوه جدا. وتاني حاجه وهي حاجه مهمه جدا وهي فتح الحسابات. والحاجه دي يا جماعه بجد يعني مش هتلاقوا حد على اليوتيوب شارحها، ولا حد بيقول لك ازاي تفتح حسابات بالطريقه الصح. فركز قوي 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 في النقطه دي عشان تقدر تستفاد منها بالشكل الكامل. اول حاجه لو انا هشتغل مع كامبين زي سكارفيس دلوقتي مثلا ممكن اعمل اكتر من حساب. فلو انا هعمل اكتر من حساب ما ينفعش ان انا افتح اكتر من حساب في نفس اليوم. يعني ايه؟ يعني هفتح مثلا حساب واحد النهارده، لازم استنى بعدها ب 48 ساعه عشان اقدر افتح الحساب التاني، وهكذا. لان انا لو عملت الكلام ده كله من نفس الجهاز ومن نفس الاي بي بتاعي، الحساب بتاعك هياخد شادو بان ومش هيبقى عليه اي مشاهدات. وهتيجي تشتكي في الاخر تقول ليه الفيديو بتاعتي بتجيب فيو واحد او اتنين فيو في الاخر بعد كل التعب ده. فلازم تركز جدا جدا وانت تفتح الحسابات عشان ما تعملش اي غلطات. تاني حاجه تفتح الحسابات بتاعتك من موبايل واحد بس، ما ينفعش تفتح حسابات من جهازين. ده برضه هيأثر، لان انت لازم كل حاجه تبقى مفتوحه من موبايل واحد. كمان حاول تبعد عن اللابتوب، يعني استخدم موبايل بس في اللي انت تفتح الحسابات. ولما تيجي تنزل ابعت الفيديو مثلا على موبايل لو هتشتغل من على اللابتوب، ونزل الفيديو بشكل عادي جدا. تالت حاجه تستخدم جيميل قديم عندك، ما ينفعش تستخدم واحد جديد. واحد جديد انت كده بتقول للسوشيال ميديا لما تيجي تخش تسجل ان ده مثلا ممكن يكون معمول عن طريق تول او معمول عن طريق مثلا اي اي. فهيحس ان انت انت داخل اصلا تعمل حاجه غلط او داخل تقلد حد. فعلى طول الحساب بتاعك هيتوقف. وحتى لو ما خدتش بان فمش هتلاقي اي مشاهدات على الحساب بتاعك خالص. بعد ما تفتح اي حساب ما ينفعش تلمسه لمده يوم ليومين، ويفضل تقعد يومين ثلاثه عادي جدا، ممكن تقعد اسبوع. ما ينفعش تعمل اي سكرول او اي فولو او اي اكتيفيتي خالص على الحساب. لازم تسيب الحساب ما تعملش فيه اي حاجه، تفتحه وتقفله، ممكن تخرج منه خالص كمان. كل اللي انت هتعمله ان انت هتحط صورة بروفايل خاصة بسكارفيس. ويفضل ان انت تختار مثلا تخش على الفيديو بتاعه مثلا اي فيديو على اليوتيوب،
وتاخد سكرين شوت مثلا من صوره او لقطه حلوه مثلا وتحطها صوره بروفايل، لان اغلب الناس اللي بتشتغل مع سكارفيس اكيد بيستخدموا نفس الصور، فانت لو استخدمت نفس الصور برضو ده هيأثر على الحساب وممكن ياخد شادو بان. واخر حاجه انت هتعمل البايو بنفس الشروط اللي احنا شفناها فوق، وطبعا لازم تعمل تاج لسكارفيس، انت تعمل كل الحاجات دي عشان الحساب بتاعك يتقبل والفيديو بتاعتك تتقبل. يفضل فتح حسابات يوتيوب في البدايه لانها اسرع في الانتشار. طبعا ناس كتير هتقول لي طب يا احمد التيك توك برضه كويس، طب الانستجرام كويس. هقول لك اليوتيوب بيخلي الفيديو بتاعك ينتشر بشكل رهيب، وكمان بيروح للتوب تير، اللي هي مثلا انت عايز تخلي يونايتد ستيت توب تير عندك في الاكونت، فاستخدم اليوتيوب لان هو هيودي الفيديو بتاعتك اكتر للاجانب. لو انت ظبطت طبعا نفس الحاجات اللي قلت لك عليها، هتعمل كابشنز بالانجلش، هتعمل الكلام في حد بيتكلم بالانجليزي، كل الحاجات دي هتخلي ان شاء الله الفيديو بتاعك يروح للاجانب. وتالت حاجه معانا وهي اختيار الافكار. اختيار الافكار حاجه مهمه جدا جدا برضو، هتاثر في الريتش بتاع الفيديو بتاعك. فخلينا كده نشرح واحده واحده بالتفصيل ازاي نختار الافكار. اول حاجه مثلا هنبحث سكار فيس تريدز، عايزين ناخد افكار ونبدا احنا نشتغل عليها مع الشخص ده. هنفتح مثلا يوتيوب او تيك توك ونكتب في السيرش سكار فيس تريدز كليبس او سكار فيس تريدز ريلز. الحاجات دي طبعا هتخلي لك ان انت يظهر لك نتائج الكليبرز برضو شغالين معاك. تاني حاجه هتفلتر النتائج، هتلاقي في حاجه كده اسمها فلترز في يوتيوب مثلا، هبدا ان انا اخليها شورتس بس، وابدا ان انا ادور على فيديوهات نزلت جديده، حاجه نازله جديده مثلا، حاجه نازله من يومين من شهر، ما تكونش بعيده قوي وما تكونش نفس الاكونت بتاع الاصلي. يعني عايز ناس فعلا شغالين زيي وابدا ان انا اقلدهم. حاول ان انت ما تبصش على الحسابات الكبيره بس، يعني بص على القنوات اللي عندها اقل من 10,000، الفيديوهات اللي عندها معمول لها شير كتير، معمول لها لايكس كتير، الفيديوهات اللي عندها منتشره جايبه فيوز عاليه، جايبه الكلام ده كله. لان انت لو لقيت فيديو مثلا جايب 100,000 فيو وقلدته، غالبا الفيديو بتاعك هيجو فايرال زيه بالظبط. واخر واهم حاجه معانا هي مونتاج الفيديوز. طبعا ناس كتير هتقول لي مثلا انت دلوقتي هتسيبني يا احمد ومش هتعمل اي حاجه وخلاص كده الفيديو خلص. هقول لك لا، انا اشرح لك دلوقتي ازاي نعمل مونتاج للفيديوهات، ولكن انا هعمل لك حاجه اقوى من كده كمان. انا هجيب لك فيديو من الورشه اللي انا عملتها اصلا المدفوعه وهعرضه لك دلوقتي حالا. فعايزك تركز قوي لان الفيديو ده اصلا بفلوس، فانا هعرضه لك. عليك تعمل مونتاج لاشهر نيتش موجود على السوشيال ميديا وهو اللايف ستايل، فتابع الفيديو للنهايه وركز قوي. حاول تفتح موبايل تاني او جهاز تاني وتطبق كل حاجه انا هقولها في الفيديو ده دلوقتي. المهم المحاضرة دي كلها هتبقى على الموبايل النهاردة. لأن كده كده الشرح ده ينفع نطبقه على اللابتوب، بس أغلب اللي معانا في الجروب هما بيشتغلوا على طريق موبايل، فلازم نشرح على موبايل النهاردة إن شاء الله. أول حاجة يعني المحاضرة دي مش هتكون فيها مونتاج، هيبقى كله لايف بصراحة. يعني مش هقطع حاجة، كل حاجة هيبقى مع بعض لايف دلوقتي. آم، خلينا نخش في أول حاجة. وأول حاجة هي إن إحنا إزاي نجيب أفكار. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا على اليوتيوب احنا كنا بنخش، لو مثلا احنا شغالين على صانع محتوى معين، بناخد اسم صانع المحتوى، نخش نبحث على اليوتيوب، نعمل الفلتر بتاعنا شورتس، ونشوف القنوات الجديدة اللي معمولة بنفس الاسم، مثلا سكارفيس كليبس مش عارف ايه، زي ما احنا شرحنا المرة اللي فاتت. طبعا دي طريقة للأفكار برضه هنشرحها تاني دلوقتي. تاني طريقة وهي اللي احنا محتاجين نركز عليها أكتر، لأن احنا النهاردة هنشرح ازاي نعمل فيديوهات بالمونتاج مش فيديوهات بالاي اي. فخلينا أول حاجة ندخل على الانستجرام، هي دي الطريقة بتاعتنا. أول حاجة المفروض إن احنا بنعمل اكونت جديد مثلا على الانستجرام. الاكونت ده معمول للتغذية البصرية بس، تمام. ببدأ إن أنا أبحث على إيمان جاتزي مش عارف ايه الأندرو تيت، الحاجات اللي هي ايه اللي هي علاقة بالموتيفيشن أكتر. نبدأ إن احنا نتابع الناس دي بحيث إن احنا ناخد منهم أفكار. هتلاقي بقى طبعا طلع لك كليبرز كتير بيعملوا فيديوهات ليهم مش هم شخصيا يعني. فخلينا مثلا نبص بص هنا مثلا، عندك الفيديو زي ده كده. الفيديو ده فيه يعني ملخص الفيديو ان هو كان بيعمل حاجة وبعد كده اشتغلت معاه وجاب عربية وبتاع. الفيديوهات اللي هي الموتيفيشن يبقى عليها ساوند مثلا او عليها اناشيد، الفيديو دي طبعا تبقى ترند جدا. يعني لو دخلنا مثلا على الاكونت ده كده هنلاقي الفيديوهات عنده ضربة جامد. الفيديو ده جايب 59,000. الفيديو ده ممكن مثلا اللي جايب 59,000 ده لو انت شغال على ويب يعني ممكن حرفيا يجيب لك مثلا $200 ولا حاجة. فيديوهات مثلا زي ده مثلا ده جايب 241,000، انت ممكن تعمل فيديو زي ده عادي جدا. عندك الفيديو ده جايب 1,000,000. فانت بتبدأ انت تتابع الناس دي، طبعا اعمل فولو. بعد كده اخش مثلا عندي فيديوهات تانية هنا مثلا ايمان جاتزي، ده برضو نوع من انواع الفيديوهات ممكن اخش كده عنده. ده حتى مبتدئ مش بيعمل حاجة صعبة. ابدا اشوف عنده فيديوهات مثلا اللي ضاربه مثلا زي ال 22,000 ده، واخد الفكره مثلا اعمل لها لايك، خلاص اخلي الفكره محفوظه عندي.
عندي مثلا الفكرة دي كمان، ده بيعمل محتوى يعني ايه، محتوى شكله نضيف وكواليتي عالية شوية. فانا اركز على الحاجات اللي هي ايه الكواليتي بتاعتها عالية، هتلاقي اصلا الفولورز عندها عالية. فلو جينا مثلا تلاقي الفيديوهات عنده كلها ما شاء الله ضربة، ابدا ان انا اشوف الافكار اللي ضربة وابدا ان انا اطبقها. عندي فيديو مثلا جايب 800,000. طبعا الفيديو بشوف الساوند، هو مستخدم ساوند معين، ممكن استخدم نفس الساوند، ممكن استخدم اناشيد مثلا، ممكن استخدم فويس اوفر. يعني في كذا طريقة، انت بتختار بقى الطريقة اللي هتناسبك يعني. وبس. هي في مثلا الحاجات اللي طلعت ترند دلوقتي اللي هو الايديت بتاع الجمجمة اللي هو بيطلع ده، بيبقى مع البيتس بتاعت الميوزك اللي بتتحط. فاحنا مثلا خلاص احنا خدنا فكرة، وليكن انا مثلا جمعت فكرة لصانع محتوى كده على كليبس اللي هو على واب تقريبا برضو. فاحنا مثلا جمعت له شوية لقطات من على واب على الدرايف اللي هو حاططها. طبعا انت لو هتشتغل بشغل المونتاج فانت هتخش على الدرايف اللي محطوط في واب. يعني مثلا مش هتخش على اليوتيوب تلاقي فيديوهات العربيات مثلا والكلام ده عشان تعملها، لا انت هتخش على الدرايف بتاعه، لينك الجوجل درايف، اللي هتلاقيه حاطط لك مثلا فيديوهات عربيات، فيديوهات ليه هو مثلا واقف جنب ماكلارين، مش عارف ايه الحاجات اللي هي ايه ليها علاقه بالموتيفيشن. هتجمع اللقطات دي زي ما انا عملت بالظبط، انا هوريك دلوقتي انا هعمل ايه. و تبدا انت تجمع اللقطات دي مثلا على كاب كات او على اي ابلكيشن. بالنسبه للابلكيشنات المونتاج فاحنا عندنا بصراحه انا برجح ان يعني اي شخص شغال يشترك في كاب كات، لو هو مش غالي قوي. يعني انت حاول تشترك فيه لان هو بصراحه مريح، يعني ممكن تستخدمه على الموبايل، تستخدمه على اللابتوب براحتك بقى عيش. لو مش هتقدر تشترك فيه ففي عندك ابلكيشن في ان حرفيا نفس كاب كات بالظبط بس هو فري. انت يعني انا اصلا كنت شغال عليه اهو زي ما انتم شايفين، شغال عليه برضو نفس شغل طبعا الشغل مش موجود، نفس شغل الواب يعني. لو شايفين مثلا هنا اهو، طبعا كنت بشوف برضو افكار ابدا ان انا اعمل زيها، ويبقى في بيت معين محطوط مثلا او ميوزك معينه محطوطه وخلاص، الفيديو مثلا 10 ثواني او ايا كان. عندي فيديو كمان اهو بس طبعا الحاجه مش موجوده فهتلاقي فيديو رايح. المهم يعني انت ممكن تستخدم في ان عادي جدا زي الكاب كات، بس انا هشرح لك كاب كات بصراحه، وطبعا نفس الكلام بتقدر تطبقه على في ان. خلينا نشوف بس مع بعض دلوقتي مثلا افكار للمحتوى. خليني مثلا اوريكم حاجه انا كنت عاملها قبل كده، سكار فيس انا كنت شغال معاه قبل كده طبعا انتوا عارفين. فده فيديو مثلا عملته بالمونتاج اهو، اللي هو بيبقى فيه برضه ميوزك وايه الايقاع اللي هو بيبقى مثلا فيه كل حته بتتنقل في الميوزك، بتبدا ان انت ايه تغير اللي بيحصل في الفيديو. فانا مثلا خليتها ايه 13 سنة كان عندي معاه فلوس كذا. طبعا ده نوع من الأنواع الفيديوهات ممكن تستخدمه 18 22. بعد كده بقى آخر الأغنية اللي هي إيه الحتة الأقوى يعني بيبقى فيها مثلا عمل مبلغ كبير وكده. طبعا الفيديو كان جايب معايا 6000 ونص، وعادي كان طالع للأجانب مفيش أي مشكلة. وهنا برضو بالاي اي، طبعا انتوا عارفين الاي اي كان الفيديو ده عامله معاكم كمان. فالاي اي جامد، انت ممكن تشتغل بالاي اي اصلا مش محتاج حتى تعمل مونتاج، بس الطريقه بتاعت المونتاج انت ممكن لو ركزت فيها واحترفتها هتعمل مشاهدات جباره بجد. فدي مثلا نوع من انواع الفيديوهات. فخلينا نشوف مثلا فيديوهات تانية. عندك الفيديوهات مثلا بيبقى فيها لقطات. يعني مثلا احنا في الفيديو ده هناخد الكلام اللي بالابيض اللي فوق ده وهنكتب نفس الكلام بالظبط. لو مثلا فيديو ترند يعني. ممكن نيجي نشوف مثلا كلام تاني. اشوف مثلا فيديو ضارب عنده شوية ولا حاجة 800,000 ده مثلا كاتب ايه she blocked me from everywhere مثلا. ممكن استخدم الكلام المكتوب فوق ده برضه، يعني عادي انت ممكن تستخدم اي كلام. تشوف هنا برضه 3 مليون ده. هنا الفيديو ده ليه علاقة بالصحاب وكده، فانت ممكن مثلا لو انت صانع محتوى واقف مع حد وبتاع ممكن تعمل نفس الفيديو ده بالظبط. ببدأ ان انا اقلد الفيديوهات، بجمع شوية لقطات واحط الميوزك وخلص الموضوع. نفس الكلام برضه هنا، ممكن استخدم نفس الكلام اللي مكتوب هنا. يعني انت عندك افكار كتير جدا ممكن تعملها مفيش اي مشكلة. خلينا دلوقتي مثلا ندخل على كاب كات. طبعا خلينا قبل ما نبدأ انا خلاص حطيت اللقطات كلها اللي انا جمعتها على كاب كات وجهزت كل حاجة. بس دلوقتي طبعا قبل ما اخش نعمل اي حاجة، دي كانت فكرة لنفس الشخص اللي انا هشتغل معاه. كانت معمولة برضو، ممكن اكتب نفس الكلام اللي فوق ده بصراحة عشان كنت عايز اعمل نفس الفكرة.
وطبعا على البيت المستخدم انا هبدأ ان انا احط الجمجمة دي. تمام. فخلينا مثلا نخش على كاب كات بقى كده. هو في الاول كان جايب عربية، هو كان جنب العربية كده مثلا عادي، كان واقف ما بيعملش حاجة. بعد كده جاب لقطة مع الأغنية، هو مثلا بعد ما جاب فلوس مش عارف ايه الكلام ده. بس وبيعمل حوار اللي هو الجمجمة ده سهل جدا، ممكن نعمله دلوقتي مع بعض يعني. نكتب نفس الكلام. فخلينا نخش مثلا على كاب كات زي ما انتم شايفين كده. انا خلاص انا جمعت اللقطات كده اهو. ابدأ ان انا ايه، احرك في الايد كده. فمثلا يعني ممكن نجيب انهي لقطة في الاول، ممكن نجيب اللقطة دي. ممكن نجيب اللقطة دي كده في الاول هنا. طبعا احنا مش عايزين الفيديو يكون ازيد من 10 ثواني، فاحنا هناخد مثلا ايه، حتة من اللقطة. اجي كده واعمل، ممكن اعمل سبليت وأقوم جاي على دي حذفها اهو. كتير يعني، حلو اوي، ثانيتين مثلا او 3. فأقوم جاي اعمل كده، امسح هنا نفس الكلام. طبعا انا ما نجيبش فلوس في الاول لان احنا عايزين نعمل حوار الجمجمة، فهنخليها في الاخر كده. ابدا ان انا اشوف مثلا لقطة تانية تنفع. ممكن نجيب اللقطة دي مثلا. فهبدأ طبعا اظبط كده شوية اللقطات وايه، هرجع لكم تاني. ودلوقتي بعد ما حطيت كل اللقطات وظبطتها مع الميوزك، المفروض ان انا هعمل اللي هو السواد اللي بيبقى موجود تحت وفوق. زي ما انتم شايفين كده في سواد فوق وتحت. فطبعا السواد ده هنعمله عن طريق ان انا هسيب لك زي سكوير كده، بلاك سكوير. هسيب لكم الملف بتاعه طبعا تحت المحاضرة. فده بنحطه فوق ونحطه تحت كده، وبيظبط مع كل الفيديوهات. فنيجي كده هنا اهو. هبدأ ان انا اضيف حاجة، اضيف من هنا اوفرلاي، وهضيف الستيكر بتاعي. طبعا بعد ما ضفت الملف زي ما انتم شايفين كده، هبدأ ان انا اكبر الملف زي ما انتم شايفين كده اهو، واخليه مثلا كده، واعمل منه نسخة كمان. من تحت هنا هتلاقي في حاجة اسمها دوبليكيت اهو، نجيبها تحت تاني هنا، ندوس عليها ونطلعها فوق. هبدأ ان انا اظبط الستايل بنفس الستايل اللي انا ايه بشوفه على التيك توك وعلى الانستجرام والحاجات دي. طبعا هتيجي هنا كده وتخلي ايه السواد ده لحد الاخر. كنت صغر كده بايدك الاتنين اهو كده. انا خليت الفيديو لحد الاخر. هبدأ انا اشوف الفيديو بتاعي مظبوط ولا لا، في حاجة عايزة تتظبط. هي تمام، اللقطة دي تمام هي كمان. ممكن دي يعني ننزل الفيديو شوية تحت كده. تمام كده ظبطنا الفيديو بتاعنا. ناقص ان احنا نعمل الكتابة اللي فوق ونعمل تأثير الجمجمة. فنيجي بس نشوف انا كاتب ايه. بي او في you are the first millionaire of your entire family. فطبعا نكتب الكلام ده هنا برضو. نيجي هنا عند تكست، تكست، وتبدأ ان انت تعدل الكلام. تكتب بي او في نفس الكلام بالظبط هتكتبه. تمام كده احنا ظبطنا الكلام بتاعنا. نيجي هنا صغر الكلام. ممكن كمان نعمل حاجة عشان نخلي الكلام مظبوط اكتر. نيجي عند اوف كده وندوس انتر، فهتلاقي الكلام ظبط معاك. تيجي عند فونتس طبعا تشوف كده ايه، يعني تشوف خط كويس، مش حاجة اوفر اوي، يكون خط ايه كويس. الخط ده برضو مش وحش، ممكن نستخدمه. هتصغر شوية، ظبط التكست بتاعك مكانه كده. الفيديو يعني ان شاء الله المفروض فايرال يعني عادي جدا. الموضوع سهل وبسيط، كل اللي عليك انت بس تجمع لقطات وتقلد. تقلد فيديوهات. يعني انت عايز الفيديو بتاعك يجو فايرال، قلد فيديوهات اصلا جايبة 100,000 وجايبة 200,000. يعني لو قلدت الكلام ده ان شاء الله الفيديو بتاعك يضرب جامد. فنيجي مثلا عند اللي هي الحتت اللي هي فيها الدبة مثلا بتاعت الميوزك او جزء معين. ابدأ ان انا ايه اظبط اللي هي اللقطة بتاعت الجمجمة. فهشوف مثلا الجزء المعين دلوقتي وهظبطه، وهوريكم ازاي هنعمل تأثير الجمجمة. دلوقتي خلاص انا شفت الحتة المناسبة اللي انا المفروض ان انا هعمل فيها تأثير الجمجمة. وهبدأ ان انا اكبر الشاشة كده، وهاخد سكرين شوت.
تمام. واخش على سكرين شوت كده، ابدا ان انا اقصها على نفس المقاس زي ما انتم شايفين كده، وهعمل سيف. خلاص، هرجع تاني على كاب كات زي ما انتم شايفين كده، وهاخد ده وهعمل سبليت في نفس المنطقة وهمسح الجزء الباقي. طبعا انا باقي لي الجزء الايه لحد الاخر، اخر الاغنية، فانا طبعا بحط الصورة بتاعتي هنا. هنا مثلا اجي اضيف حاجة من هنا، اضيف الصورة بتاعتي اللي انا عملتها، وكده انا ضفت الصورة. المفروض الصورة طبعا مش مظبوطة، لازم اظبط الصورة شوية. بتحاول تظبط الصورة تكون ايه على نفس اللقطة. احنا كبرناها، المفروض نصغرها شوية. تمام كده احنا خلصنا. المفروض ان احنا نيجي هنا نظبط برضو على اخر الفيديو، وهنيجي هنا بقى عند الحاجة اللي احنا عملناها، وهنيجي على الادجستمنت اللي بره اهي. ابدأ ان انا اظبط شوية في الاضاءة، مثلا اقللها شوية عشان اظبط الافكت بتاعي، واعلي مثلا ده، واجي هنا مثلا على الكلاريتي ده اخليه مثلا عالي شوية، الشاربنس نفس الكلام. تبدأ انت تظبط الدنيا بتاعتك يعني. طبعا كده مثلا ظبطناها، ممكن نيجي بقى عند الحتة بتاعة الجمجمة. طبعا تيجي هنا، خلاص انا هاجي اشتغل على الجزء ده. ودلوقتي المفروض ان احنا هنضيف الصورة بتاعة الجمجمة، فطبعا انا هسيب لكم الصورة برضو تحت الفيديو. دي الصورة اللي احنا بنستخدمها. هبدأ ان انا اظبطها على الجزء اللي في النص كده. تمام. ممكن كمان اجي عند الانيميشنز تحت هنا، واخلي مثلا في دخلة كده في الاول مثلا كده. تمام، الدخلة دي كويسة جدا عادي. طبعا خلاص، انت في الميوزك اللي انا بستخدمها هي في نقلة واحدة بس اللي هنعملها، فمش محتاج ان انا اعمل كذا لقطة للجمجمة. خلاص، وكده بس احنا هنظبط شوية في الفيديو في النهايات عشان نخليها كلها متساوية. وطبعا دلوقتي احنا خلصنا الفيديو بتاعنا، وهتلاقيني حاطط لك الفيديو دلوقتي، اتفرج عليه وشوف الفيديو عامل ازاي. وطبعا دلوقتي خليني اوريك احنا ازاي بننشر الفيديو بتاعنا. طبعا انا شرحت الموضوع ده قبل كده، بس هشرحه تاني دلوقتي. الفيديو بيتنشر على 3 منصات عادي جدا. ممكن انشره على تيك توك، على الانستجرام، وعلى يوتيوب. طبعا ال3 منصات، وكل منصة انت الفيديو لو فايرال هنا وهنا وهنا، فانت بتكسب على كل منصة لوحدها. تمام. فدلوقتي مثلا انا هنشر الفيديو بتاعي دلوقتي على القناة. مثلا يفترض ان انا عملت قناة لصانع محتوى اللي انا هشتغل معاه. طبعا انا مش هعمل قناة لان انا مش شغال معاه، انا بس بشرح الفيديو ده كمثال يعني. ف وانا افترض مثلا هي دي القناة اللي انا هنزل عليها الفيديو دلوقتي. فالفيديو مثلا هنزله على الساعة 2 أو 3 العصر. الميعاد ده كويس جدا. ممكن انزل برضو من الساعة، يعني معاك من الساعة 1 الظهر أو 12 الظهر لحد الساعة 5. الميعاد ده جامد جدا، نزل فيه ونزل كل يوم فيديو كويس جدا. فطبعا نفس الاستراتيجي اللي انا قلت لك عليها، اللي هي ال5 صناع محتوى بشتغل معاهم في نفس الوقت، وبعمل لكل واحد قناة، يعني قناتين. فانا كده بشتغل على 10 حسابات يوميا، يعني بعمل 10 فيديوهات يوميا. فطبعا الموضوع منك بالمونتاج ممكن ياخد منك مثلا 3 4 ساعات، لكن لو انت هتعمله بالاي اي ممكن ياخد منك نص ساعة او ساعة. فطبعا المونتاج اصعب شوية، ولكن هو مش صعب، هو بياخد بس شوية وقت. انت وكمان في البداية انت هتلاقي الموضوع صعب شوية، بعد كده تتعلم وهتحترف الموضوع بإذن الله. فتعالى مثلا نشوف الفيديو ده انا كاتب فيه ايه. اللي خلى الفيديو ده ينتشر مش كل الحاجات اللي انا عاملها دي، عادي جدا ممكن ما تكتبش اي حاجه من اللي انا كاتبها دي خالص. فاحنا بنكتبها بس كده يعني كديسكريبشن مش اكتر. وبكتب شويه بكتب شويه طبعا هاشتاجات، وممكن اعمل منشن للشخص لو هو طالب في الشروط، طبعا زي ما انتوا عارفين. فانا اي حاجه لازم اشوف في الشروط الاول هو طالب ايه وانا اعملها. فطبعا زي ما انتوا عارفين ان الحاجات دي احنا شرحناها في المحاضره الاولى والتانية. لو حد ناسي حاجه يروح يتفرج عليهم. دلوقتي خلينا مثلا ننشر الفيديو. في الكابشنز احنا ممكن نكتب نفس الكلام اللي كتبناه في الفيديو، اللي هو الكلام اللي بالابيض فوق ده. تمام. والاعدادات هنا مش بعمل حاجه بصراحه يعني،
باكتب بس شوية هاشتاجات كمان، فشوية الهاشتاجات دي بترفع الفيديو شوية، مش قوي برضو، ملهاش لازمة قوي. وأعمل المنشن بتاعي والكلام ده كله. أنا هرفع الفيديو معاكم دلوقتي كمان وهوريكم الفيديو إن شاء الله جاب كام من غير ما أعمل أي حاجة. يعني أنا أهو أنا رفعته أهو زي ما انتوا شايفين. هبدأ إن أنا أعمل أبلود. الفيديو المفروض إن هو يترفع. طبعا الفيديو بتاعك بيبدأ يحمل بالشكل ده. انت الشغل كله اهو زي ما انتم شايفين على الموبايل، مفيش اي حاجة. طبعا بعد ما الفيديو بتاعي اترفع زي ما انتم شايفين كده، فانا خلاص باخد اللينك بتاعي على طول واطلع على واب ارفع الفيديو عادي بالشكل زي ما انتم عارفين في المحاضرة الاولى والتانية. وكده خلاص احنا خلصنا شرح المونتاج. شرح المونتاج بسيط. طبعا الموضوع مش هيقف لحد هنا. انت طبعا يعني قدامك كذا ايديت ممكن تخش تجربهم. اي حد عنده اي مشكله يبدا ان هو يبعت لي: يا احمد ازاي نعمل الايديت ده؟ هبدا اقول لك هتعمل كذا كذا. بس طبعا انت حاول تقلد في الاول. الموضوع مش هيطلع عندك يعني احسن حاجه، بس مع الوقت والاستمراريه ان شاء الله الفيديوهات بتاعتك هتبقى جامده جدا، وهتبقى الكواليتي بتاعتها عاليه قوي. طبعا في برضو فيديوهات اللي هي الفويس اوفر، ممكن تاخد صوت من الشخص نفسه تستخدمه. اخر حاجه حابب اقول لك عليها هي ان الناس اللي بتستنى الحاجه الجاهزه دايما بتتاخر، واللي بياخد خطوه حتى لو مش فاهم كل حاجه هو اللي بيوصل. ومش بقول لك الكلام ده وخلاص، انا بجد يعني الحاجات دي مهمه، الكلام ده مش تحفيزي، الكلام ده لازم تركز فيه. الفرص مش هتستناك، هتلاقي في فرص كتير بتطلع كل يوم. فلو فضلت تقول مثلا الحاجة دي صعبة، حاجة مش هقدر أعملها، هتلاقي ناس كتير غيرك بدأت تخش ورمت نفسها في البحر زي ما بيقولوا. وهتلاقيهم بدأوا يكسبوا، حتى لو كسبوا في الأول $10 كسبوا $20، فهو كسب برضه. وحتى لو ما كسبش فهو اتعلم حاجة. أيا كان، مثلا دخلت مثلا جربت الحاجة اللي أنا بقول لك عليها دلوقتي دي، فأنت تلاقي نفسك اتعلمت المونتاج من غير ما تعمل أي حاجة. بس حتى لو انا اتعلمت 1% او 2%، فانا احسن من الشخص اللي قاعد دايما شغال يعمل سكرولنج على الموبايل ومش مستفاد اي حاجه من حياته. انا مش طالب منك تشتري اي حاجه ولا تشترك معايا في اي كورس. كل اللي انا محتاجه منك فعلا انك تدعمني بلايك او تعمل سبسكرايب للقناه، تعمل لي كومنت حلو على الفيديو ده. يعني تقدر التعب اللي انا تعبته عشان اعمل لك الفيديو واشرح لك كل الكلام ده بالتفصيل، اللي مش هتلاقي اي شرح عربي اصلا بيقول لك الكلام ده، ولا هيقول لك التريكات اللي انا قلت لك عليها زي فتح الحسابات وكل الحاجات دي. في الأغلب هو هيقول لك تعمل كذا 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 وخش عيش بقى أنت في المونتاج في الحاجات دي كلها. تبدأ أنت تلاقي الطريق صعب جدًا معاك. فأنا شرحت لك كل الكلام بالتفصيل. كل الحاجات اللي أنا شرحتها في الورشة هي نفس الحاجات اللي أنا شرحتها. فأنا مش عايزك تشترك معايا في أي كورس ولا تدفع أي فلوس خالص. وبإذن الله على القناة دي أنا هاشرح إزاي نعمل بالتفصيل agency خاصة سواء بالCDA أو بالSMMA. حاجات كتير جدًا هاشرحها بإذن الله. فعايزك تتابعني. كل حاجة بإذن الله هاشرحها بشكل عملي مش أي كلام وخلاص. وكمان تقدر تتابع كل التحديثات اللي انا بنزلها جديده على قناه التليجرام، وهسيب لك اللينك في الوصف. القرار عندك، والخطوه الجايه ممكن تغير حاجات كتير جدا في حياتك.